أكاسيد الحديد. عندي 3 أكاسيد للحديد: أكسيد حديد ثنائي، وأكسيد حديد ثلاثي، وأكسيد حديد مغناطيسي. يعني إيه أكسيد حديد ثنائي؟ يعني تكافؤ الحديد فيه موجب 2. طب يعني إيه أكسيد حديد ثلاثي؟ يعني تكافؤ الحديد فيه موجب 3. طب يعني ايه اكسيد حديد مغناطيسي؟ يعني تكافؤ الحديد فيها يطلع كسر. هقول لك ليه تكافؤ الحديد فيها يطلع كسر في الفيديو ان شاء الله. اكسيد الحديد الثنائي رمزه FeO، وانا عايز اتاكد فعلا ان تكافؤ الحديد في الاكسيد الثنائي هيطلع موجب 2. اقول لك تمام، هات ال FeO سويه بالصفر. الأكسجين بسالب 2، يبقى الحديد بموجب 2. فعلا طلع تكافؤ الحديد في أكسيد الحديد الثنائي موجب 2. جاي الصدفة. نروح لأكسيد الحديد الثلاثي. أكسيد الحديد الثلاثي رمزه Fe2O3. تمام، يبقى الأكسجين بسالب 2، عندي 3 منه يبقى سالب 6. سالب 2 في 3 بسالب 6. الأكسجين بسالب 6، يبقى ال Fe2 بتساوي موجب 6. هقسم على الاتنين، يبقى ال Fe بتساوي موجب 3. تمام، طلع بموجب 3، يعني تكافؤ الحديد فيه موجب 3. نروح بقى لأكسيد الحديد المغناطيسي، رمزه Fe3O4. الأكسجين بسالب 2، ف4 منه يبقى بسالب 8. يبقى ال Fe3 هتساوي موجب 8. هقسم على التلاتة اللي مع الحديد، يبقى الحديد هيطلع ب8 على التلاتة. ازاي؟ 8 على التلاتة دي بتطلع كام اصلا؟ بتطلع كسر 2.7. طلعت كسر ليه؟ لان اكسيد الحديد المغناطيسي ده اصلا اكسيد مختلط بين اكسيد الحديد الثنائي وبين اكسيد الحديد الثلاثي.